السلام عليكم. في هذا التسجيل الجديد نور الدين البحيري. نور الدين البحيري شخصية في تونس ما بعد الانقلاب أصبحت تثير الرعب والفزع، خاصة عند زقافنا ومن والاه. وإذا تحب تفجع زقافون يقولوا نور الدين البحيري. ولكن لماذا يمثل نور الدين البحيري كل هذا الرعب وهذا الفزع للإنقلابيين؟ ولماذا يحرصون على القضاء عليه بكل الطرق والوسائل؟ حقيقة السؤالين هذوما حيروني برشا في المدة الأخيرة منذ اعتقال نور الدين البحيري، وأنا نبحث ونحب نفهم علاش يمثل نور الدين كل هذا الخطر. ولكن ما جعل الموضوع صعب بالنسبة لي المسائل التالية. أولا لأني لا أعرف نور الدين البحيري شخصيا ولم ألتقي به ولا مرة طيلة حياتي، رغم أن نور الدين البحيري ليس شخصية نكرة، فتونس تعرفه وخاصة الطبقة السياسية تعرف نور الدين البحيري منذ الإمضاء على الميثاق الوطني سنة 1988 في عهد الرئيس المخلوع. فهو إذن شخصية معروفة جدا، لكن أنا لم أكن أتابعه ولم يكن تلك الشخصية التي أرغب في متابعة أخبارها، لست أعلم لماذا. ثانيا من المسائل التي أثارت انتباهي ولفتت انتباهي هي طريقة اعتقال نور الدين البحيري التي تتم عادة ليس بطريق رسمي عن طريق أعوان الأمن، وإنما يهجم عليه مجموعة من الأفراد وكأنهم من عصابات المافيا ويعتقلونه بشكل عنيف وعشوائي ووحشي. وقد أدت عمليات الهرسلة التي مورست ضد نور الدين البحيري وعائلته إلى الارتفاع من قيمة نور الدين البحيري داخل أبناء حركة النهضة، خاصة الذي لم يكونوا كلهم على إجماع حول شخصيته، وإلى تعاطف كبير حصل عليه نور الدين البحيري من سائر وعموم التونسيين. إذن فنور الدين البحيري وهو الشخصية المعروفة سياسيا جدا في تونس، كان وزيرا للعدل، كان رئيسا للكتلة النيابية لحركة النهضة، نائبا لرئيس حركة النهضة، وغيرها من المسؤوليات التي جعلته يتبوأ موقعا مهما في الساحة السياسية التونسية. فنور الدين البحيري ليس شخصية نكرة في الساحة السياسية التونسية، ولذلك عندما أردت إعداد هذا الشريط وجدت صعوبة كثيرة وكبيرة، لأني لا أعرفه كما قلت شخصيا، ولم يكن من الشخصيات التي أتعاطف معها كثيرا، فاضطررت إلى قراءة الكثير من المقالات وإلى سماع إلى الكثير من المحاورات التي أجراها نور الدين البحيري خاصة في العشر سنوات الأخيرة، وحاولت أن أفهم لماذا كل هذا، وكأني نحضر في بحث متاع دكتوراه. أيضا اللي ساعدني على أني نحضر الشريط وهو شهادات قالها بعض الأصدقاء لنور الدين البحيري اللي أنا نعرفهم ونعرف أمانتهم وصدقهم، والبعض منهم كان طلبة دافع عليه نور الدين البحيري أثناء محرقة التسعينات مجانا، بعض الطلبة يحكوا لي أنه دفع عليهم مجانا، وأيضا أصدقاء له في الدرب السياسي الذين أعرف أيضا أمانتهم وتحدثوا عنه بصدق. فحاولت أني أخلص بهذا الشريط إلى بيان النقاط التالية. اعتقل نور الدين البحيري في ديسمبر 2021، ولكن الانقلابيين لم يستطيعوا أن يثبتوا له أو ضده أي تهمة، فأطلق سراحه، ولكنهم أعادوا اعتقاله في فبراير 23، هذه المرة بتهمة تدوينة كتبها، غير أن فريق دفاع نور الدين البحيري يقول أن هذه التدوينة غير موجودة أصلا، أيضا منظمات دولية أثبتت أنها غير موجودة أصلا. إذن فالتهم اللي يردد فيها إعلام الانقلاب من مثل التسفير والتجنيس والإرهاب وقضاء نور الدين البحيري الكل كلام فارغ ما عندوش حتى حجة قانونية، وإنما هي عمليات هرسلة وتشويه لسمعة الرجل. سنثبت لماذا. وهكذا فإنه بعد بحث طويل حقيقة وصلت للنتائج التالية. أولا أنه نور الدين البحيري كما يقول هو يعمل في السياسة برجلة ويجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. نعمله في السياسة ولكن نعمله فيها بشرف، ونعمله فيها بضمير، ونعمله فيها برجلة، ونعمله فيها بتضحية، ونعمله فيها قدام تونس حتى رواحنا تهون. ثانيا يقر نور الدين البحيري بعلوية القانون وباستقلالية القضاء، ويؤكد أنه لما كان وزيرا لم يتدخل في القضاء، بل إن القضاء مارسه في فترته أهم فترات استقلاليته. ونتحدى أي تونسي أن يقول نور الدين البحيري عند مرور وزارة العدل تدخل في أي ملف أو قضية مهما كان نوعه. الحمد لله يا ربي، أنا من الناس اللي كنت دوما قبل الثورة باستقلال القضاء، وكنت تدافع على استقلال القضاء، واعطيت برشا
وعطيت برشا من وقتي ومن جهدي وتعرضت لبرشا هرسله وبرشا معناها اعتداءات برشا كذا دفاع عن الاستقلال القضاء، ويوم وليت وزير ما تبدلتش. اكتشفت حاجة أخرى، أنه نور الدين كان من أشجع السياسيين التونسيين اللي استطاعوا يذكروا بالاسم من يتدخل في الثورة التونسية ومن يتدخل في الشأن السياسي التونسي العام ويهدد الأمن التونسي، وذكره بالاسم وهو التالي: أنا أتهم الإمارات العربية المتحدة، تابعوا وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية، تابعوا مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الإماراتية، تابعوا تصريحات العديد من المراكز الرسمية والشخصيات الرسمية الإماراتية، تجدون فيها تحريضا على تونس. رابعا، نور الدين البحيري كان محاربا شرسا للفساد ورفع قضايا ضد الفساد. سادسا، نور الدين البحيري كان من الشخصيات السياسية التي عارضت الانقلاب بوضوح، وحاول وزير داخلية المنقلب في تلك الفترة شرف الدين أن يلفق له تهما. التهمة اللي موجهة لك بموجبها ديسمبر انت كنت موافق؟ انا عندي تهمة موجهة لي، ما عندي حتى تهمة، ما عندي حتى تهمة، انا لم توجه لي حتى تهمة. وتوفيق شرف الدين هو الذي قال لكم عنده برشا جرائم خطيرة سنقول لكم عليها، برا اسألوه قولوا له اللي اختفت على خاطره البحيري واللي حايل على خاطره اليوم راجل غنوشي على القضاء، بالله قلنا شنو هكا شد بقعته وسكت على روحه، لان عارف ما ثم حتى تهمه ما حتى جريمه، وانا ما ثم حتى جهه قضائيه وجهت لي اي تهمه، وانا موجه تهم وشاكي توفيق شرف الدين وليلى جنفال وكل ما يكشف عنه البحث، ومعاهم بالطبيعه قيس سعيد لانه هو المسؤول الاول عن كل ما يحصل بالله. نور الدين البحيري رفع قضايا ضد هذا الوزير. وين الوزير الان؟ وين الوزير اللي جاء بعده ايضا؟ وقائمة الوزراء تترى، ولكن نور الدين البحيري ظل صامتا ثابتا في موقفه. سابعا، وهذا مهم حقيقة للشباب ولنا كلنا، لنا جميعا، أنه نور الدين البحيري حقيقة بهرني بأنه رجل شجاع. الرجال ما تخافش من الحبس. إذا من جديد، لا تسفير، لا تجنيس، لا إرهاب، لا قضاء البحيري، لا غيره، الكل كلام فارغ يردده إعلام الانقلاب. أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، أيها زقافنا أيضا العقلانيين، على الأقل إذا كان تواجدوا منهم ناس عقلانيين، عندما أصدر شريط أو نص أو أكتب مقالا فليس الهدف من ذلك أن أبتغي جزاء أو شكورا من شخص ما، وإنما نحن نريد أن نؤسس لوعي، نؤسس لتاريخ، نؤسس إلى فهم لسياسة بديلة في تونس يتعايش فيها الجميع معا. نحن نعلم أن قيس سعيد الآن انقلب على الجميع ولم يفي بأي وعد من وعوده. إذن أيها الأحبة، فإن هذا الشريط هو دعوة إلى العقل، إلى التفكر، إلى التعقل، إلى النظر، إلى الفهم، وإلى شريط جديد في موضوع جديد. أستودعكم والسلام عليكم.